لما بقول ان طريقه لعب منتخب مصر في ماتش بلجيكا اتغيرت تماما عن طريقه لعب منتخب مصر سواء في ماتش البرازيل او اسبانيا، فده مش اي كلام وخلاص. تعال بص كده على جون امام عاشور ونحلله من الاول خالص. بصراحه امام عاشور هنا اتحول لميسي، رؤيه وتصرف وذكاء يعني مش طبيعي. الجون بيبدا من اول رميه التماس اللي كانت في ملعبنا احنا في نص ملعبنا. بتبدا الكره من رميه التماس من عند فتوح اللي بيلعبها لامام بسرعه، وامام برضو بيحاول يعدي لاعب بلجيكا بسرعه عشان يبدا الهجمه قبل ما لعيبه بلجيكا تاخد مراكزها. ولكن الكره بتخبط في ايد لاعب بلجيكا وبتبقى هاند بول لينا. وهنا بقى ذكاء ورؤيه امام اللي بص الناحيه الثانيه خالص، لقى ان صلاح موجود في مساحه ولاعيبه بلجيكا مش واخدين بالهم منه. وهنا امام يقرر ان هو يلعب الهاند بول بسرعه جدا عشان يغير اللعب ناحيه اليمين ويبدا هجمه خطره لمصر. ولكن التمريره ما بتبقاش بالدقه الكافيه ولاعب بلجيكا بيقطعها. وكان هنا بقى بص هنا كده، هو كان عايز يلعبها لدوكو، وهو فعلا لو كان قطعها وكانت راحت لدوكو كان هيبدا منتخبنا ياخد الوضعيه الدفاعيه ونبدا ندافع بقى واللي يلحق دوكو يلحقه. ولكن بص هنا بقى قرار محمد هاني العبقري اللي خلاه ياخد قرار شجاع جدا ويطلع ويتقدم على دوكو ويقطع الكره قبل بلجيكا في كامل تركيزها على الناحيه اليمين. وهنا بقى كانت نظره صلاح اللي شاف امام عاشور ودى المدافع كانه خلاص هيدخل على منطقه الجزاء مستني العرضيه، ولكن امام عاشور بيرجع وصلاح بيشوفه ويديله الكره في المساحه. المساحه طبعا جباره، امام عاشور ياخد الكره ويستلمها على هادي ويشوط شوطه ولا اروع. تدخل يا جماعه في احسن حارس في العالم كورتوا. حلاوه، جون عالمي عالمي عالمي. وهو ده اللي احنا مستنيينه الماتشات الجايه، هي طريقه اللعب السريعه والريتم السريع ده والضغط العالي هو اللي هيخلينا نكسب واللي هيخلينا دايما خصم عنيد لاي منتخب إن كان. لايك وفولو شير عشان اللي جاي كتير.